أنا اسمي رهف، وكنت مخطوبة لواحد اسمه سامر، شاب خلوق حنون، وكنت أحس إنه نصي التاني، أو هيك كنت مفكرة. كل شي كان تمام لحد ما بلشت ألاحظ شي غريب. أختي نادين صارت فجأة تهتم بكل تفصيل عن سامر، تسألني شو بحب، شو بكرة، حتى مرة سألتني شو نوع عطره المفضل. قلت لحالي يمكن بدها تشتري له هدية، عادي. بس العادي صار مو عادي. يوم من الأيام كنت قاعدة بالمطبخ، سمعت صوت ضحك من غرفة الضيوف. فتت بلا صوت، لقيتهم قاعدين لحالهم، هي بتضحك وهو بيحكي لها نكتة. عيونه فيها نظرة ما عمره عطاني إياها، ونادين كانت متزينة كأنها رايحة عرس، مش قاعدة بالبيت. حاولت أطنش، قلت يمكن أنا عم ببالغ، بس قلبي ما كان مرتاح. بعد كم يوم سامر صار يتأخر بالرد، وصار دايما مشغول، ولما واجهته قال لي رهف لازم نحكي، أنا ما بقدر أكمل، قلبي مو معك. انصدمت، دموعي نزلت قبل ما أقدر أجاوب. وبعد أسبوع شفت صورة على إنستغرام، سامر ماسك إيد نادين وكتبوا الحب الحقيقي بيجي فجأة. فجأة سرقتي خطيبي يا نادين، فجأة نسيتي إني أختك. بعد ما شفت الصورة قلبي انكسر، بس عقلي صحصح. قررت أواجه نادين، مش رح أضل ساكتة. دخلت عليها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون بكل برود. قلت لها نادين، بدك تحكي لي من وين جبت الجرأة؟ كيف قدرتي تطعني أختك؟ رفعت عيونها وقالت لي بكل وقاحة، رهف، الحب ما فيه قوانين، وسامر حبني أنا، مش ذنبي. قلت لها وأنا صوتي بيرتجف من القهر، بس أنا أختك، كنتي تعرفي إني بحبه، كنتي تسمعي كل كلمة بحكيها عنه، كيف قدرتي؟ ضحكت، والله ضحكت، وقالت أنا ما سرقته، هو اختارني، وإنتي كنتي بس محطة بطريقه. بهاللحظة حسيت الدنيا دارت فيي، طلعت من الغرفة وأنا أصرخ. رح يعرفوا أهلي ورح يعرف الكل شو عملتي. بس اللي صار بعدها كان أغرب. تاني يوم صحيت وما لقيتها بالبيت، سألت أمي وين نادين؟ قالت لي ما بعرف، ما رجعت من امبارح. قلبي دق بسرعة، فتحت تليفوني لقيت رسالة من رقم غريب، رهف، أنا ونادين سافرنا، ما كان في داعي نواجه الكل، إحنا حبينا بعض وقررنا نبدأ من جديد بعيد عن المشاكل. سامر هرب معها بدون ما يحكوا لأهلي، بدون أي احترام. خبرت أهلي وصارت الدنيا مقلوبة. أمي انهارت وأبوي ما صدق، بس أنا كنت واقفة قوية رغم كل شيء. اليوم بعد كل اللي صار تعلمت إنه الخيانة ما بتيجي من الغريب، وإنه أقرب الناس ممكن يكونوا أبعدهم عن قلبك.